وإذا وقعت في منكر حقيقي وجاء واحد ونصحك، اعترف بخطأك. نحن مشكلتنا أحيانا لما يكون واحد آمر بالمعروف ناهي عن المنكر. افرض أنك أنت رأيت إنسانا لم يصلي، فجئت إليه وقلت له اتق الله يا أخي، حرام عليك يا أخي، صل أنت يا أخي أصم ما تسمع أنت. بدأت تتكلم عليه، فقال يا أخي طيب حسن أسلوبك يا أخي، أنت غلطان، اعترف بخطأك. قل له والله صدقت، فلا والله أسلوبي غير مناسب. اعترف بخطأك. أنت لما تقول هالكلام، الجبل الذي كان يرتج فوقه ليقع عليه من شدة الغضب أزلته بطرف أصبعك. احنا مشكلتنا أحيانا يا جماعة سواء نساء أو رجال المكابرة وعدم الاعتراف. وتجد الواحد يدخل مثلا على إنسان مشغل موسيقى، ولا محل يبيع دخان أو يبيع مجلات فاسدة، أو ربما مثلا مكان فيه منكر معين، يدخل ربما وأنكر بصوت عال وغليظ وليس فيه رفق ولا لين، وبدأ ربما يسبهم، وربما قال أنتم فساق فجار. فيقول له واحد منهم طيب يا أخي هذا أسلوب في النصح، يا أخي انصح بأسلوب زين. فتجد أنه ما يعترف، ما يقول والله فعلا الله يجزيك خير، والله فعلا أنا غلطان، لكن والله أني من محبتي للخير لكم. مباشرة أول ما تقول أنا مخطئ وأعترف، يقع كل ما في نفوسهم من رد هذه النصيحة. بلال وأبو ذر رضي الله تعالى عنهما وقع بينهما مشكلة كما في البخاري، فتلاحيا، اختصما. الصحابة بشر يا جماعة، اختصما، أنت كذا وأنت كذا. فبلال غضب وأبو ذر غضب، فأبو ذر من شدة الغضب قال لبلال يا ابن السوداء. بلال استغرب، طيب هذه أمور في الجاهلية احنا خليناها، الآن عندنا قاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عندنا قاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجم إلا بالتقوى. يمكن أنا في أعلى عليين وأبو جهل وأبو لهب وغيرهم هؤلاء في أسفل سافلين في جهنم، ما نفعهم لا قبائلهم ولا ألوانهم ولا. فبلال لما سمع يا ابن السوداء سكت، عندها وصلت إلى المرحلة سكت، ومضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أبو ذر يعني